يا أهلا بأقوى ناس في قناة أقوى أفلام. بيبتدي فيلمنا النهاردة بليلة من ليالي فصل الشتاء، لما بتقرر الست دي إنها تتخلى عن ابنها اللي لسه مولود، وبتحطه في كرتونة قدام باب ملجأ، وبعدها بتخبط على الباب وبتجري. ولما بتطلع المشرفة بتاعة الملجأ بتلاقي الطفل المسكين ده قدامها، فبيصعب عليها وبتقرر إنها تربيه كأنه ابنها بالظبط. مش بالظبط يعني، هو هيتربى مع باقي أطفال الملجأ لغاية ما يجيله حد ويتبناه. بتعدي الأيام والشهور والسنين، ولما بيكبر لويس بيبقى مخترع قد الدنيا، قادر يحول التوستر لجهاز غريب جدا يعني هنعرفه مع الوقت. وبتيجي المشرفة علشان تطلعه للناس اللي عايزين يتبنوه، وبتطلب منه يقعد قدامهم ساكت مؤدب مبتسم ويبطل يتكلم عن الاختراعات شوية. ويقول لها ده انت تأمري وانا انفذ، يعني احنا لينا غيركم هنا؟ وديني بس للناس ومالكيش دعوة. واول ما بيدخل عندهم بيحسوه بالع راديو. ليه؟ لانه بيفضل يتكلم الى ما لا نهاية عن الاختراعات اللي ممكن يعملها لما يكبر، زي الرصيف المتحرك والعربية اللي بتطير. وساعتها بيغلط استاذ هواري غلطة عمره لما بيسأله عن رياضته المفضلة، فبيقول له احنا ممكن نعتبر الاختراعات دي هواية. ومش بيستنى لغاية ما يجاوب، هو بيقوم مطلع له الجهاز الغريب ده وبيقول له التحفة العبقرية اللي قدامك دي يا عم هواري بتعمل ميكس بين الزبدة والمربى في السندوتش من غير ما تلحوس ايدك، وده بقى من اعظم ما وصل اليه العلم الحديث. المهم بيشغل اختراعه واللي بيمشي كويس جدا في البداية، بس بعد شوية بيتعطل، فبيديله خبطة بايده كده من على جنب، فبيحمي الضيوف بزبدة الفول السوداني، والاستاذ هواري بيورم جامد وبيكون مش قادر يتنفس لانه للاسف عنده حساسيه من الزبده. فبتديله زوجته الحقنه بسرعه، اظن ان في الحاله دي كان محتاج الجرعه، يعني الراجل هيموت. وبعد ما بيمشوا لويس بيطلع يقعد على السطح وهو حاسس بالذنب، وبتحاول المشرفه تهديه وبتطلع وراه وبتقول له انا عملت لك الغداء، بس هو بيقول لها انا مش جعان. فبتقول له مش ذنبك انك ما لقيتش عيله مناسبه لغايه دلوقتي، بس قريب هتلاقي عيله تتناسب مع قدراتك العقليه. فبيقول لها 123. فبتقول له 123 ايه 123 دي؟ فبيقول لها 123 مقابلة لعائلات مختلفة وكلهم محدش فيهم عايزني، ده حتى امي اتخلت عني وانا صغير. فبتقول له ما يمكن هي كمان كان نفسها تربيك بس ظروفها ما سمحتش فاضطرت انها تسيبك. وساعتها بتجيله فكرة واللي بتكون بالنسبة له عبقرية، وهو انه لو شافها مرة واحدة على الاقل لما كان صغير بتفضل الذكرى دي في مكان موجود جوه عقله، واللي ناقصه بس هو انه يخترع جهاز يحفز الذكرى دي على الظهور مرة تانية. فبيقول لها معاكي حق، هي الوحيدة اللي تقدر تعيش معايا وانا من دوري اني لازم الاقيها ونرجع نعيش مع بعض تاني كأسرة سعيدة. وبيقعد الأيام اللي بعد كده يخترع في الآلة، وبيصدع جوب المسكين ليل نهار، واللي بيكون الولد الصغير اللي قاعد معاه في نفس الأوضة. وأثناء ما المخترع الصغير ده مشغول في الاختراع بتاعه بتجيله المشرفة وبتعرفه إن هي ظبطت له ميعاد النهاردة الساعة 2 مع عيلة جديدة عايزة تتبناه، وبتقول له إنه لازم ينسى الماضي ويركز على مستقبله. بس هو ساعتها بيكون مش مهتم وبيقول لها المستقبل معايا هنا، وهو بيشد الاختراع بتاعه وبيجري وهو مستعجل لأنه اتأخر على مسابقة الاختراعات. وهناك بتبقى الدكتورة ست الحسن وصلت بالسلامة وهي متوترة شوية لأنها بقالها 8 أيام ما نامتش، إنما غير كده فكله زي الفل يعني. وفجأة بيدخل عليهم الكابتن ده وبيقف مع المدرسين، فبيسأل الأستاذ أنت بتعمل إيه هنا؟ فبيقول له أنا جاي أحكي، المشاريع دي لعبتي وما تقلقش. وبيجي الدور على المخترع الأول اللي بيكون عامل بركان ولكن بيكون بعافية حبتين، فبيزعله الكابتن وبيقول له مشروعك مرفوض وعقابك على تضييع وقتنا هو إنك هتلف 5 مرات حوالين الملعب. فالولا يا عيني بينفذ العقاب. ودلوقتي بيكون الدور على ليزا اللي بتكون مش طايقه نفسها ولا طايقه لجنه التحكيم ولا عارفه ايه اللي جابها هنا. واختراعها بيكون عباره عن مزرعه نمله عضاد. فبيقول لها الاستاذ والله ده اختراع ممتاز، وبيسيبها ويجري قبل ما تسيب النمله عليه، مع العلم ان مزرعه النمل دي مش اختراع اصلا، بس تمام ماشي يعني. ولما بيوصل للمكان بيبقى في ولد عمال بيراقبه من بعيد، والسكريبتر بتقول عليه الواد ابو جل في شعره، بس انا من وجهه نظري حاسس انه بيستعمل كريم. يعني معلش هنتعبك معانا، يعني حاولي تعدلي الموضوع ده بعد كده. المهم لويس لما بيشوفه بيقول له ما شفتش واحد هنا ببرنيطه؟ فبيقول له لا ما شفتش. فبيقول له ساعتها انا اسمي وائل رمزي من مركز مكافحة الجرائم، والراجل الشرير ده سرق آلة زمن وانا فضلت اراقبه لحد ما وصل للزمن ده، والمعلومات اللي عندي بتقول انه بيطاردك، بس ما تقلقش خليك انت هنا واعرض مشروعك وانا هدور عليه لحد ما الاقيه. وبره القاعة بيكون الراجل الشرير واقف هناك وبيبعت البرنيطة بتاعته للاختراع بتاع لويس، وتكون البرنيطة دي بتقدر تطير وتفكر وتمشي كمان. فبتدخل وبتبوظ شوية حاجات في الاختراع، وبعد شوية بيجي الدور على لويس انه يجرب الآلة بتاعته واللي بتكون من المفترض انها بتكشف الذكريات. كل اللي علينا ان احنا نكتب التاريخ على اللوحة دي، والليزر بيبحث جوه القشرة المخية وبيتولى باقي العمليات علشان بعدها تظهر الذكرى على الشاشة اللي قدامنا دي. وبيجرب لويس الآلة على نفسه وبيقول لهم انا هرجع ورا 12 سنة و3 شهور و11 يوم، وده بيكون اليوم اللي امه سابته فيه على باب الملجأ، وبتبقى كل حاجة ماشية كويس، او خلينا نقول ان المفترض انها كانت هتمشي كويس لو ما كانش الراجل الشرير ده فك مسامير الجهاز اللي بدوره بتطير منه
توربينات وبتخبط في البركان اللي بينفجر، وبيشغل نظام اطفاء الحريق اللي بيبوظ مشاريع زمايله كلهم وبيخليهم يجروا من المكان. فبيتضايق لويس جدا وبيرجع جري على الملجأ وهو بيعيط، وبيروح يقعد في مكانه المفضل. وبعد ما بيمشي على طول بيجي الشرير وبياخد الآلة بتاعته وبيمشي. ولويس وقتها بيكون قاعد بيقطع في الدفتر بتاعه اللي مسجل فيه كل التصميمات والاختراعات اللي كان ناوي يعملها بعد كده. وبعد شويه بياخد باله ان في واحد مستخبي ورا العمود، وبيلاقي الولد اللي قبله في المسابقه، وبيقول له يلا خد الورقه دي وارجع للمعرض صلح كاشف الذكريات، انا ورايا شغل كتير ومش جاي اهزر معاك. بس لويس بيقول له يا عم سيبني في حالي، ما تبقاش انت والزمن ودماغي عليا، بعدين تعالى هنا مفيش حاجه اسمها اصلا سفر بالزمن والشرطه الزمنيه والكلام اللي انت قلته ده. فبيقول له خلاص انت كشفتني، يعني انا فعلا مش بوليس، بس صدقني انا من المستقبل، وفعلا في شرير ببورنيطه بيحاول يطاردك ويبوظ مشروعك. فبيقول له ببورنيطه، يعني رجعنا للكلام الفارغ تاني، مشروعي باظ لانه مش كويس، وبعدين ليه في واحد ببورنيطه مخصم معايا انا يعني بدون سبب؟ اقول لك على حاجه، انت مش من المستقبل، اثبت لي عكس ده. فبيقول له طيب وان اثبتت لك ان انا جاي من المستقبل هتروح معايا المعرض العلوم؟ فبيقول له ماشي. فبيشده وبيرميه من فوق المبنى تقريبا كده، والله اعلم هو كان عايز يبعته للاخره يعني مش للمستقبل خالص. فبيفضل يصرخ وهو بيقع، بس فجاه بيتعلق في الهواء وبينط وراه الواد ده وبيتعلق زيه، وبعدها بيدوس على زرار واللي بدوره بيظهر آلة الزمن المستخبيه وبيطير وائل بيها. ولويس بيفضل يصوت جنب منه ويلطم وبيقول له انت رايح بينا فين؟ فبيقول له احنا رايحين للمستقبل. وفجاه بيدخل بيه من بوابه زمنيه لمدينه متطوره جدا. فبيقول له ها الاثبات ده يكفيك؟ فبيرد عليه ويقول له طبعا وزياده، انا ما تخيلتش اصلا ان السفر عبر الزمن ده ممكن يحصل في يوم من الايام. فوائل بيقول له جميل، يبقى نروح دلوقتي للمعرض وتصلح كاشف الذكريات. فلويس بيقول له انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ كاشف ذكريات ايه يا بني ادم؟ ده اختراع فاشل، انت بالآلة اللي معاك دي تقدر ترجعني بيها لليوم اللي امي سابتني فيه. فبيقول له اسمع، الحل مش هيكون بآلة الزمن دي نهائي، الحل الحقيقي هيكون باختراعك انت. فلويس بياخد منه ورقة تصميم اللي اختراعه وبيقطعها وبيرميها، وبيروح ماسك في الدركسيون علشان يسوق السفينة، وبيفضل وائل يشده منه لحد ما بتتكسر وبيقعوا هما الاتنين على الارض. وساعتها وائل بيفضل يندب حظه ويقول انا رحت في ابو بلاش لاني مش مسموح لي اصلا اسوق الآلة دي ابويا لو عرف هيذبحني. فلويس بيطمنه وبيقول له وائل ليه ما تقعد، انا يا عم اصلحها لك، مفيش بس ورشة تصليح تكون قريبة من هنا. ووائل بيعرفه القصة من اولها، وهو انهم كان عندهم آلتين زمن، واحدة ببورنيطة سرقها والتانية دي اتكسرت. وساعتها لويس بيقول له يا عم خلاص انا قلت لك هصلحها، بس بمقابل انك توديني لامي علشان اشوفها. فبيوافق وبيبداوا يسحبوا آلة الزمن للجراج من غير ما حد يحس بيهم علشان يقعد يصلحها هناك. وفي الوقت ده بيروح ابو بورنيطة يعمل مقابلة بالآلة بتاعت لويس، ولما مدير الشركة اللي هتمول اختراعه بيسأله اسمه ايه الجهاز ده، فبيقول له لا مش مهم الاسم، المهم الشغل اللي الجهاز ده بيعمله، ويا ريت الموضوع بيقف على الاسم بس. الاستاذ بيكون سارق الجهاز ومش عارف بيشتغل ازاي اصلا، فالاختراع بيترفض وبيمشوه بكل ادب واحترام من الشركة. فبيقرر انه لازم يلاقي لويس علشان يعلمه الجهاز ده بيشتغل ازاي. وبنرجع تاني لوائل اللي بيكون واقف بيتكلم مع الراجل الآلي اللي عندهم، وبيقول له احنا مش هنقول للعيلة على اللي حصل تمام. فبيقول له ازاي مش هنقول لهم انك نسيت الباب مفتوح، وده اللي خلى ابو بورنيطة يسرق آلة الزمن، وبعدين بقى لو تغاضينا عن موضوع آلة الزمن ده يرضيك يسرق العجلة بتاعتي. فبيعرفوا ان لويس هيصلح آلة الزمن، وساعتها هيستعيد ثقته في نفسه ويرجع يصلح كاشف الذكريات ويظبط البعد الزمني ويرجع لزمانه، وان شاء الله يعني الدنيا تمشي معانا حلاوه ومش هننكشف. قال له طب والعجله؟ قال له يا عم هجيب لك عجله من عندي. وبيروح لويس يقف تحت الناقل الهوائي، فجاه بيلاقي نفسه في الجنينه قدام باب قصر كبير، ولما بيقرب من الباب بيطلع له راس بني ادم من كل فازه، وكل واحد منهم بيقول له رن الجرس، والتاني يقول له لا رن الجرس التاني. فبيخاف وبيرجع لورا، وساعتها بيخبط في الجرس، وفجاه بيطلع له اخطبوط ضخم من ورا الباب وبيجري وراه لحد ما بيخبط في راجل عجوز، والراجل ده بيكون لابس هدومه بالمقلوب وراسم وش بالقلم على قفاه. فبيخاف منه جدا، بس الراجل بيقول له ما تخافش، اوعى تكون فاكرني لابس الهدوم بالمقلوب ابدا، ده انا راسي هي اللي مقلوبه، المهم ما شفتش طقم السنان بتاعي هنا ولا هنا. فبيقول في نفسه انا ايه اللي وقعني الوقعه السودا دي؟ فبيقول له لا يا جدو ما شفتوش، انا عايزك بس تساعدني اوصل للجراج لاني طلعت من هناك بالغلط ومش عارف ارجع تاني. فبيقول له اه طبعا ده انا عارف تخريمه هتوديك هناك في ثواني، وبيروح بيه كل الاماكن ما عدا الجراج. وفي الوقت ده وائل بينزل للجراج تاني علشان يدي التصميم للويس، بس مش بيلاقيه، فبيخرج يدور عليه، واخيرا بيوصلوا لباب القصر اللي وقع قدامه لويس. فبيقول له خلي بالك
بالك علشان في وحش جوه. فالجد بيقول له ما تخافش، ده مش وحش ولا حاجه، ده اشول كبير الخدم عندنا. فبيقول له يا معلم تعرفش نوصل للجراج ازاي؟ فبيشاور له الاخطبوط على مكان الجراج، وبعدين هي جت عليه ما بيدله هو كمان غلط. وبيروحوا ساعتها لفريده ام وائل واللي بتبقى عامله حفله على الضيق كده للضفادع اللي بتغني دي. المهم بيروح لويس يسلم على فريده وبتقول له جيت في وقتك، احنا كنا عايزين حد يكمل معانا الفرقه، ادخل اعزف معانا. وبعد شويه بيجي يقف فوق دماغه ضفدع من اللي بيغني، وساعتها بيعرف ان هو اللي اخد طقم السنان بتاع الجد فبيعرفه. وبعد كده بيخرج بره بسرعه في وقت دخول كل افراد العيله للبيت، وبيطلع يجري وبيقابل وائل وهو بيجري وبيقول له هو انا مش قلت لك ما تطلعش من الجراج ده خالص؟ فبيقول له ايوه ما انا عملت كده بس اتشفطت في الانبوبه غصب عني وما كانش عارف الطريق اللي يرجع منه. وبيقول له ده انا حتى قابلت عيلتك كلها بالصدفه وعرفت اسم امك، يلا يا ابن فريده. وبيفضل يساله عرفت مين من العيله وعرفت عنه ايه. والحمد لله ما بيكونش عارف غير حاجات بسيطه يعني يا دوب كل حاجه بس بيكون محدش فيهم عارف ان هو جاي لهم من الماضي وده المهم. وبنرجع دلوقتي لزمن لويس وبنلاقي الشرير رايح له هناك علشان يخطفه من الملجأ، بس مش بيلاقي غير شريكه في الاوضه واللي بيكون اسمه مشمش يعقوبيان، واللي بيكون اكل علقه ما اتضربهاش حرامي غسيل، وده لانه نام في نص الملعب بسبب سهره الايام اللي فاتت مع لويس. وبيقول له يروح يدور عليه على السطوح لانه دايما بيحب يقعد هناك. وبيقول له الدور الباقي عليا اللي ما بقاش عندي اصحاب خالص وصاحبي الوحيد دلوقتي هو اللحم المتلج. يا وشي انا ياما. فبيرجع له ويقول له يا بختك يا اخي، تعرف كيلو اللحمه بكام النهارده؟ نصيحتي ليك انت تكبت شعورك وتخلي الحزن يتغلغل جواك وساعتها تتحول لشرير جميل. وبعدها بيطلع يجري على السطح بس مش بيلاقيه هناك. فبتقول له البورنيطه تعالى ندوروا على اي حاجه تدلنا ليه. المهم بيفضلوا يدوروا شويه وبيرجع لهبل للبورنيطه بعصايه كدليل، وبتقول له يا اخي الله يكسفك، ده لو في فردة شبشب شمال مكان دماغك كان زمانها اشتغلت اكتر من كده. شوف يا عم انا لقيت ايه، انا اكتشفت مكان سفينه الزمن ولقيت بقايا للحمض النووي بتاع وائل. يلا يا عم نرجع لزماننا. فبيقول لها طب والعصايه يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين قدامي على المركبه يا عم. وفي الجراج بيكون لويس نازل تحت المركبه بس مش فاهم اي حاجه، وبيقول له وائل انا مش فاهم اي حاجه في الدوائر دي، بس هو بيفضل يقول له واصل عملك دوما. فبيقول له انت قاموسك ما فيهوش غير الجمله دي وعمال تعيد وتزيد فيها. بيقول له لا في جمل تانية كتير بس ده شعار شركه ابويا وهو واصل عملك دوما، وهو صاحب شركه ريب سوس للتكنولوجيا وهو اللي اخترع اول آلة زمن من 5 سنين بعد محاولات كتير جدا. الحقيقه دي كتير قوي بس عمره ما استسلم وعمل اول آلة زمن وشغلها بعد اكتر من 900 محاولة فاشلة، وقدر بعدها انه يعمل التانية بس ابو برنيطة سرقها بسبب غبائي واني نسيت باب الجراج مفتوح. المهم ان ابويا وصل لكل اللي هو فيه ده بسبب تصديقه لجملته المشهورة وانه بيواصل عمله دوما. فبيتشجع لويس وبياخد التصميم منه وبيحاول يفهم المركبة دي معمولة ازاي، وبعد شوية محاولات كتير بيقول له انا خلاص صلحتها. وبيركبوا هما الاتنين علشان يجربوها بس تحسها اتحولت من آلة زمن لأتوبيس نقل عام شكمانه بايظ وما بتقدرش تطلع من مكانها وبعدها بتفرقع وبتقع بيهم. وساعتها بيتضايق لويس جدا بس وائل بيقول له طب مش مشكله واصل عملك دوما وهتنجح. بس في الوقت ده بتنادي عليهم فريده علشان يتغدوا وبتقول لهم لو ما طلعتوش في خلال 5 دقايق انزل اجيبكم بنفسي. وفي الجنينه بيكون ابو طاقيه وصل عندهم وبيراقبهم من خلال كاميرا مراقبه صغيره على شكل طاقيه اصغر من الاصليه، وبيعرف ان الولد موجود معاهم في البيت بس الفكره هيقدروا يستدرجوه لحد عندهم ازاي. طبعا زي ما عرفنا من اول فيلم ان الراجل ده غبي افكاره كلها غبيه وما يسواش اي حاجه بدون الطاقيه اللي معاه دي. والمره دي البورنيطه هي اللي بتفكر بنفسها وبتروح ترن الجرس، ولما اشول بيفتح الباب مش بيلاقي حد لانها بتكون اتسحبت ودخلت من فوق. وفي البيت بتكون العيله كلها متجمعه على الاكل بس بيبقى واضح ان لويس قاعد حزين وبيبقى الالي قاعد معاهم فبيقول لوائل معلش عايزك في كلمه، وبينزلوا تحت الترابيزه وبيقول له الولد لسه هنا ليه انت نسيت كلامي. فبيعرفوا ان الموضوع ده مؤقت علشان الولد ثقته في نفسه اتهزت شويه. فالالي بيقول له طب تحب اقول له كلمتين اغديه احميه المهم نخلص بسرعه. فبيقول له لا مش محتاجين مساعده. وبعد شويه بيجي وقت التحليه واللي بيبقى سندوتشات زبده بالمربى. بعد ما بيوزع الالي العيش عليهم بياخد باله لويس ان الجهاز ده شبه الجهاز اللي اخترعه لما كان في الملجأ، وبيحاول الالي يوزع المربى بس الجهاز بيتعطل. وساعتها وائل بيقول لهم صديقي ده مخترع ويقدر يصلحه. وبره بيكون ابو برنيطه عمال بيلف في الجنينه بالكاميرا لحد ما بيشوف كافيه للضفادع جوه شجره وبياخد باله منهم انهم بيتكلموا ولابسين بدل وحاجه يعني اخر نزاهه، وبيفضل يتفرج عليهم شويه. بعد كده بيحط الطاقيه دي على راس ضفدع صغير قريب من الشباك وبكده بيكون تحت سيطرته وبيفضل يكرر اي حاجه يقولها له. وفي الوقت ده لويس بيصلح في الجهاز فبتجيله فريده وتقول له ايه الاخبار، فبيقول لها كله تحت السيطره لا تقلق. وبيبقى الضفدع واقف وراه وبيقول له ببرنيطه ايوه هو ده المخترع اقبض عليه واربطه وهاته. بس الضفدع بيكون مش مستوعب الاوامر دي لانها اكبر من استطاعته. فالضفدع بيقول له حلو اعتقد ان انت ما
فكرتش كويس في الخطة دي، او يعني خلينا نقول ما فكرتش خالص، مفيش حد اعقل منك هنا يتحكم فيا. طيب وبنرجع للويس واللي بيكون خلص تصليح الآلة وبيقول لهم ده انتوا هتاكلوا زبدة ومربى لغاية ما تقولها بس. واول ما بيشغلها الآلة بتعلق وبتنفجر وبتغرق العيلة كلها زبدة ومربى. وبيفضل لويس يعتذر لهم ويقول لهم انا اسف جدا، وهم بيبقوا مبسوطين ويقولوا له برافو عليك، ده انت فشلت فشل تحفة، ده انت فشلك فشل جميل، يا انت فشل مدهش، فشل لا يقاوم، وما تقلقش انت لو ما فشلتش دلوقتي مش هتعرف تصلحها بعد كده، وزي ما احنا دايما بنقول واصل عملك دوما. وبعد كده بتقول فريدة احنا دلوقتي هنحيي لويس على فشله، وبتتمنى له ان ده يكون دافع ليه انه يحقق نجاح في المستقبل، وبيفرح بالتشجيع وبيقول لهم انتوا لطاف جدا، وانا لو كان عندي عيلة كنت اتمنى انهم يكونوا زيكم. فالجد بيطلع لهم في وسط الحوار كده بيقول لهم لو المفتش كرومبو قال معرفش تفتكروا كان هيكتشف امريكا الجنوبية؟ لا طبعا، ارجوك يا عم الحاج ما تقولش حكم تاني. وبتبقى البورنيطة دودو خارقة الذكاء دي ولسه مكتشفين دلوقتي ان اسمها دودو عادي. وبتبقى البورنيطة دي وصلت عندهم وبتشد النجفة فوق دماغه بالظبط، وبتبدأ تقطع في الحبل. في الوقت ده بيدخل ديناصور ضخم للصالة وبيبقى ببورنيطة بيحركه من بره وبيقول رجعونا للشقاوة تاني، وبيكون متأكد ان البورنيطة هتفرح بذكائه الخارق. وبيروح لويس ناحية الديناصور وبيقول له وائل يعني ما قلتليش ان انتوا عندكم ديناصورات في البيت؟ فبيقول له طب ما احنا فعلا ما عندناش ديناصورات. فبيضحك لويس وهو بيقول له طب ما ازاي ما قدامي. وفي اللحظة دي بيفتح الديناصور بقه وبياكل لويس، بس العيلة بتفضل تدافع عنه ويضربوا في الديناصور بكل الاختراعات اللي معاهم، وده بيدي فرصة لويس انه يقع على الارض ويطلع يجري. وبيفضل الديناصور يجري وراه لحد ما بيوصل لحيطة سد، وبيبقى الولد مرعوب بس الديناصور مش بيقدر يمسكه. ولما ببورنيطة بيسأله يعني ايه المشكلة تاني، فالديناصور بيرد عليه ويقول له انا راسي كبيرة وايديا صغيرة، امسكه ازاي دلوقتي؟ وبيقول له مفيش حد عقل منك يتحكم فيا. فبيقول له في ايه يا جدعان، هو كل مخاليق ربنا اتفقت تتريق على النهارده؟ وقتها بيجي وائل وبيشد لويس وبيطلعوا يجروا بسرعة، بس قبل ما يمشوا بيلاحظ وائل ان الديناصور على راسه بورنيطة، وبيعرف وقتها ان الشرير هو اللي بعته. وبيطلع الديناصور يجري وراه علشان ياكله، بس لويس بيروح وينقذه وبيخبط وائل الديناصور فبيوقع البورنيطة من على دماغه. وبيبقى ببورنيطة قاعد في المركبة بيلطم وبيندب حظه ان البورنيطة الصغيرة بالشكل ده راحت. في الوقت ده بتروح له البورنيطة الكبيرة وبتشمطه بالقلم على وشه علشان هو غبي، وبتيجي ام وائل تطمن عليه وعلى لويس وساعتها لويس بيتحمس وهو بيقول لها ما شفتناش بقى واحنا بنهزم الديناصور يا ماما. وبعدين بياخد باله انه قال لها كده فبيقول لها انا اسف ما كانش قصدي. بس فريدة بتكون طيبة جدا وبتقول له ولا يهمك، انت كده كده زي ابني وانا مبسوطة انكم بخير. وبيجي مفسد اللحظات السعيدة بيقول لوائل جميل بقى خرجوا من هنا قبل ما يحصل له اي حاجة تأذيه. فبيقول له كفاية رخامة بقى، ما كل حاجة تحت السيطرة ايه. وبعدها بيقول لعيلته انتوا عملتوا مجهود كبير قوي النهارده، ايه رأيكم تروحوا تناموا وانا هروح اوصل لويس؟ بس الام بتقول له انتوا مش لازم تمشوا، انت ولد جميل يا لويس وكلنا هنا بنحبوه، ايه رأيك تبقى واحد مننا؟ ما اظنش انك هتلاقي عيلة احسن مننا ليك. فبيبتسم الولد بفرحة وبيقول لهم انتوا عايزين تتبنوني بجد؟ وساعتها القلب بيشاور لوائل بمعنى ان خلاص يعني كلنا هنموت يا محسن. وبيبقى الولد مش عارف يعمل ايه فبيشيل الكاب من على دماغ لويس، فبتتخض العيلة كلها. فلويس بيقول لهم طب الحقيقة كلها بانت اهي، انا من الماضي. فبتقول فريدة بزعل ايه اللي انت عملته ده يا وائل وازاي تجيبه لحد هنا؟ فلويس بيقول لها معلش ما تزعليش منه، بس هي بتقول له بص انا اسفة جدا ليك بس انت لازم تمشي من هنا دلوقتي، انت لازم ترجع لزمانك ووقتك. ووقتها بيعترف وائل بكل حاجة وبيقول لهم ان آلة الزمن الاولى اتعطلت والتانية اتسرقت، وده اللي بيفسر وجود ديناصور في المكان دلوقتي. فبتقول له طيب هو لازم باباك يعرف. وساعتها لويس بيقول له طب لو لازم امشي ينفع بعد ما آلة الزمن تتصلح ترجعني اشوف مامتي زي ما وعدتني؟ فبيقول وائل لامه بسرعة انا كنت بقول له كده وخلاص. وبعدها بيدرك اللي قاله فبيمسك بقه وبيقول له لويس يعني انت كنت بتضحك عليا؟ تصدق انا كنت مغفل فعلا لما افتكرتك صاحبي. وبيطلع يجري بسرعة لحد ما بيوصل تحت الشجرة كده وبيقعد يعيط. وبعد شوية بيظهر له ابو برنيطة وبيقول له لويس انت عايز مني ايه؟ فبيرد عليه وبيقول له انا مش عايز منك حاجة غير انك تصلح آلة الذكريات دي وتعلمني ازاي بتشتغل، وساعتها انا يا سيدي هوفي بوعدك وهرجعك تشوف امك. وبيبقى وقتها وائل عمال بيدور عليه ويقول له بصوت عالي اطلع بس انا هشرح لك اللي حصل، انا عارف انك مستخبي هنا. بيبقى وقتها الراجل الشرير مادد ايده لويس في الوقت اللي بيوصل فيه وائل عندهم وبيبص له بتحدي وبيركب مع ابو برنيطة. ولما بيوصلوا عند الآلة بيقول له انت مهتم ليه بحتة الحديد المصدية دي؟ فبيقول له يا سيدي دي مشكلتي انا، انت بس عليك تعرفني هي بتشتغل ازاي. فبيعرفه بتشتغل ازاي وبيطلب منه يوفي بوعده معاه وبيقول له ايوه طبعا امال، وبيربطه بالحبل. فالولد بيقول له انت مش وعدتني انك هتوديني؟ فبيقول له انا وعدتك بس من غير حلفان. فبيقول له لا يا شيخ ما عرفتكش انا كده، وانت ازاي لغايه دلوقتي مش فاهم يا مخترع يا عظيم يا بتاع وصل عملك دوما؟ فبيقول له بس ده مش انا، ده ابو وائل. وبعد شويه صغيرين بيفهم قصده وبيقول له يعني انا ابو وائل في المستقبل؟ فبيقول له الله ينور عليك، انت كبرت وبقيت
بقيت صاحب الاملاك دي كلها وانا عايز اتلف املك وانت بنفسك عرفتني الطريقه. بس لويس بيقول له طب يا عم نفترض ان انا ابو وائل، انت مين او ايه دخلك بالموضوع؟ فبيشغل له النور وبيتفاجئ انه في اوضه نومه، فبيقول له لا قصدك اوضه نومنا، انا مش يعقوبيان. والحكايه كلها ابتدت بطفل صغير كان نفسه يكسب دوري المدارس بس فريقه بيخسر بسبب نقطه واحده وهو السبب فيها، وساعتها الفريق كله بيضربني. وبتعدي الايام ومحدش بيبقى عايز يتبناني، وبعدها بشويه بيتقفل الملجأ وما بيبقاش في اي حد غيري انا. وساعتها بس عرفت ان دي ما كانتش غلطتي، دي كانت غلطتك انت اللي سهرتني في الشغل معاك على جهازك التافه ده طول الليل، ولو كنت سبتني انام ساعتها كنت مسكت الكوره وما كانش كل ده حصل. فقررت اعمل خطه علشان انتقم منك. وفي الوقت اللي كنت هدمر فيه شركه ريب سوس للتكنولوجيا قابلتها ورحت الوكر السري معاها، وهناك حكيت لي قصه خداعك ليها وانها هي كمان عايزه تنتقم منك، ودبرنا خطه ندمرك بيها مع بعض. ورحنا سرقنا آلة الزمن، وانا دلوقتي هقدم آلة الزمن للشركه على اساس انها اختراعي. وبيبقى وائل والآلي مستخبيين، فبيزق لويس الآلة بجسمه ناحيتهم وبيجروا كلهم مع بعض. ودي ما بتكونش النهايه لان مش بيروح وراهم بالسفينه وبياخد منهم الآلة. فبيقول وائل للويس انا والله يا عم كنت غلطان لما سبت الباب مفتوح، بس انت حاليا لازم تصلح آلة الزمن قبل ما الدنيا كلها تبوظ. ولويس بيبقى خايف وبيقول له ايوه انا عملتها بس في المستقبل مش دلوقتي. فبيقول له يا عم انت لو ما صلحتهاش دلوقتي مش هيبقى في مستقبل. وفي اللحظه دي بيبدا يختفي وائل من قدامه، وبتبدا كل حاجه من حواليه تتغير بس للأسوأ. وبتبدا العيله تطرده لانهم بيبقوا ناس تانيين، وبيروح يستخبى في آلة الزمن البايظه وهم عمالين يزقوا فيه، وخلاص بيكون هيقع من فوق التل وبيبدا يصلح فيها بسرعه. والغريب انها بتشتغل من غير اي مشاكل، وبينجح انه يطلع بيها ويروح لمقر الشركه اللي فيها مشمش. وبيعرفوا وقتها ان البورنيطه كانت بتخدعه لحد ما توصل لغرضها بعد كده، وبيعرفوا انها هتخلص عليه وهتستعبد الجنس البشري بالكامل. وساعتها بتبدا البورنيطه تهاجمه، فبيقول لها انا مش هخترعك في المستقبل، فبتتبخر في ثانيه. وبعدها بيقول لويس لمشمش تعالى معايا انا عايز اوريك حاجه. واول ما البورنيطه بتتدمر ترجع المدينه جميله تاني، وبيرجع وائل للمكان، فبيجري بسرعه على مشمش وبيضربه وبيقول له انا مسكته لحد ما تطلب البوليس. فبيقول له لا يا عم سيبه ده صاحبي، وبياخده بعيد شويه علشان يفهموا الموضوع. ولما بيلفوا يبصوا عليه تاني بيلاقوه مش موجود لانه بيكون استخبى. وبيرجع لويس للعيله وبيفضلوا كلهم يطمنوا عليه، وبتيجي نسخته الكبيره وهو بيزعق وبيقول آلتين الزمن بتوعي مختفيين هم راحوا فين. وبيتفاجئ لما بيشوف نفسه وهو صغير، وبياخده للمعمل بتاعه يوريه كل الاختراعات، وبيكون محتفظ بأول آلة زمن اخترعها في حياته. وبيقول له الاختراع ده اللي بدأنا بيه وكل اللي انت شايفه ده جه بعد منه، بس المهم انك تركز وتعرف انت عايز تعمل ايه. وبتبقى العيله كلها واقفه وبيقف لويس يودعهم كتير. وائل بيقول له يا عم اخلص، دي هي كلها كام سنه وهتعيش معاهم طول حياتك. وبيوديه المكان ضلمه. فبيقول له لويس لحظه انت المفروض توديني المعرض العلوم. فبيقول له انا عارف بس انا وعدتك ان انا هوريك مامتك. وبينزل لويس من المركبه وبيروح يقف ورا امه علشان يشوفها، بس بيغير رايه في اخر لحظه وبيرجع قبل ما يشوفها. وبياخده وائل لمعرض العلوم، وهناك بيقول له انت ليه غيرت رايك؟ فبيقول له لان انا بقى عندي عيله خلاص. بعد ما بيوديه للمعرض بيروح بسرعه المشمش يصحيه وهو في نص الملعب، فبيصحى وبيمسك الكوره وبيكسب الفريق. وبعد كده بيدخل للمعرض وبيطلب حد يتطوع للتجربه. فبتقول له دكتوره العلوم انا ما عنديش مشكله يا عم. فبتوشوشه بتاريخ في ودنه، وبتظهر الشاشه يوم فرحها، وبنعرف ان مدرسه العلوم كانت متجوزه الراجل اللي توهه طول الفيلم. وبينجح مشمش في انه يلاقي عيله تتبناه، وبعدها دكتوره العلوم بتتبنى لويس وبيروح معاهم للبيت الجديد. ومن هنا بتبدا رحله اختراعاته العظيمه في حياته الجديده. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهارده. تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، شير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من الافلام. سلام.